السلام عليكم ورحمة الله. شكون فينا اللي ما يحبش البيتزا؟ جبت لكم اليوم وصفة البيتزا ناجحة ان شاء الله 100%. تبعوا معايا برك الطريقة والمقادير نخدموها ان شاء الله مع بعض. انا هنا نقول لكم برك ملاحظة، راني حندير حجم عائلي، حجم كبير، درت بزاف. عندي حوالي نص كاس تاع زيت عادي، نص كاس تاع ما، نص كاس تاع زيت تاع ما ولا غازوز. درت لها فنجال ماشي معمر تاع زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون حتى بنه هايله، واللي ما يحب زيت الزيتون ماهيش حتبان كامل فيها. 4 حبات بيض. نعاود نذكركم راني حندير حجم كبير، راني حندير تاع 2 كيلو فارينه. فوالا هذا العبر يدخل لي 2 كيلو فارينه. نحكم لحظه كيما راكم تشاهدوا. هذا باكي حندير نص الباكي تاعو، باكي صغير، حوالي 3 مغارف معمرين مليح تاع اكل، حليب بودر اللي هي لحظه. نضيف خميره تاع الخبز، شتوني حوالي 3 مغارف ونص معمرين مليح. نضيف السكر، عندي 2 مغارف اكل، مازلنا غير في مغارف تاع اكل 2 مغارف ونص. دزت هنا شويه على جال باش تعاوني، سورتو البرد لانا فيه. نخلط المكونات مع بعض. قلنا هذا العبر يدخل لي 2 كيلو تاع فارينه، مع ريتله حتى ريتله وربع تاع مزيج بين الحليب والماء. اكيد الحليب والماء لازم يكون دافي. نخلط كيما راكم تشاهدوا، راني نفرغ. قلت لكم ريتله حتى ريتله وربع تاع ماء وحليب، مع 4 حبات بيض، 3 مغارف ونص تاع خميره تاع الخبز، 2 مغارف ونص تاع سكر عادي، نص كاس زيت، وفنجان ماشي معمر تاع زيت زيتون. ندير هنا حوالي حتى 4 مغارف تاع فارينه ونخليها تخمر. ندخل غير شويه شويه ديك الفارينه ونخليها تخمر واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى تشوفوا الخميرات تاعكم تفاعلت. فوالا كيما راكم تشاهدوا. هنا ندير مغرفه ملح، زدت غير شويه، ونبدا ندخل في الفارينه بالعقل بالعقل. قلت لكم انا درت 2 كيلو فارينه، اللي حاب يدير كيلو ما عليه غير يقسم المقادير اللي درتها. طلعوا يدير 4 حبات بيض يدير 2 حبات بيض. ندخل الفارينه غير بالعقل، وان شاء الله المقادير راني حنعاود نكتبها كامل في صندوق الوصف، ونكتب لكم المقادير تاع كيلو فارينه. هكا نتوما من كيلو تحبوا تزيدوا، تحبوا ديروا كيلو، تجيكم سهله خير. فوالا كيما راكم تشاهدوا. ندخل الفارينه، راني ندخل وراني نلايم كيما راكم تشاهدوا في نفس الوقت. كما كان سبق ليا وقلت البيتزا ما كاش اللي ما يحبهاش كبير ولا صغير. صافي هذه طريقه سهله وناجحه في نفس الوقت. عجينه تاعها بزاف شابه، بزاف خفيفه، وتجي قطنيه. وازلت اللم كنت كونتيتي الله يبارك، كنا غاشي. صافي كان عليا لازم ندير كميه كبيره. فوالا كيما راكم تشاهدوا. لايمها حتى نتحصل على لاباط متماسكه، مي في وقت واحد تكون طريريه لاباط. نجيب بليان وخد اخر ندهنو كامل بالزيت، ونحط لاباط تاعي تاع البيتزا تخمر. فوالا كيما راكم تشاهدوا. نغطيه بكيس بلاستيكي ونزيد سريبته ونخليه يخمر بجيه، ونبدا نوجد في لاصوص طوماط. هنا عندي طون
راني حنخدم بالزيت تاع الطون. درت حوالي 3 علب، ماشي حوالي 3 علب تاع زيت الطون. ما درتش هنا الزيت كامل العاديه، خدمت بيها تجي بزاف بزاف بنينه. فوالا 3 علب ولا 3 علب تاع الزيت تاع الطون. ندير هنا كميه تاع الثوم والزعتره. هنا لاصوص للامانه وللصراحه ما وجدتهاش في الدار، شريت الجاهزه. وشنو راني نسقم فيها باش تبنان؟ هنا درت مغرفه تاع درسه، اللي يحب الدرسه سواء حاره سواء ماشي حاره كيما حبيتو. هنا هذه هي اللي شريتها، لاصوص واجده من المحلات بزاف بنينه صدقوني. انا هناك شغل سقمتها برك كيما راكم تشاهدوا. درت 3 علب كيما كان سبق ليا وقلت، خاطر درت كونتيتي كبيره. صافي درت صوص طوماط الجاهزه اللي تنباع في المحلات، زدت سقمتها برك كيما نقولوا، زدت حرشتها. فوالا ندير شويه سكر باش تقطع ليه. هنا قليو كامل هادو المكونات باش تضيفوا الماء. ضيفوا حوالي نص كاس تاع ما تزيدوش باش ما تجيناش صامطه بزاف. نخليهم كامل يتقلاو. هنا نسيت الملح، سمحوا لي ندير شويه ملح. نتوما قلوها باش تزيدوا شويه تاع الماء. وهذه هي لاباط. بعد ما خمرت ندير شويه زيت في يدي ونهبطها. هنا نخليها تخمر خطره واحده. لاباط راهي تبان بلي راهي بزاف شابه صدقوني. من يديكم برك تعرفون بلي لاباط شابه ولا لا. انا واش ندير هنا دوك نقسمها كيما راكم تشوفوا خبيزات على حساب السنيوه تاعكم. اللي سنيوتها كبيره دير خبيزه كبيره، واللي سنيوتها صغيره دير سنيوه خبيزه صغيره. بعد ما طابت لي لاصوص كيما راكم تشاهدوا، خليتها شربت مليح. فرغت 3 علب تاع الطون. كنت ديت غير الزيت ودوكا فرغت العلب تاعهم. مام هكا راح تجينا اقتصاديه. دوك 3 علب مع كميه كبيره ماهيش حتكفيني كي ندير من الفوق. صافي ندير في لاصوص خير. حليت لاباط ودرت كيما راكم تشاهدوا في الجناب تاعها. اللي تحب دير الفرomاج دير، واللي ما تحبش تلويها. ودرت شويه جلجلان كيما راكم تشاهدوا. دوك ندير انا لاصوص. ندير الكميه اللي تحبوها نتوما. كاين اللي يحب شويه بزياده، كاين اللي يحب غير شويه. قلت لكم الاطراف اللي تحب تعمرها بالفرomاج تعمرها. هنا هذه تولي لكم نتوما وعلى حسب المقدور اللي عندكم وعلى حسب واش كاين في الدار. برك خلوها تخمر خاطر راهو البرد حتبطى شويه. فوالا كيما راكم تشاهدوا. ندير كميه تاع لاصوص وندير الزيتون. عندي زيتون اخضر وزيتون اسود، زيتون الكحل. وزعوا كيما تحبوا نتوما. فوالا كيما راكم تشاهدوا. وزعت كميه تاع زيتون الاخضر في الوسط هكذا كيما راهي. ندخلوها للفرن طيب، نديروها في الفرن طيب. بعد ما طابت لي كيما راكم تشاهدوا. هنا نحكم فرomاج غابيت. وما ديروا النوع اللي تحبوه والنوع اللي تقدروا عليه. اللي حب من نوع الشباب يدير، واللي حب تاع البيتزا اللي راهو ينباع في متناول الجميع يدير. كل واحد يدير المقدور. انا هنا سمحوا لي نسيت، كنت قليت شويه داند اشي مع شويه بصل. نورمالمون نديرو من التحت باش ندير الفرomاج من الفوق، نسيتو في الدقيقه التاليه باه تفكرتو. سمحوا لي. نتوما ديروه من التحت باش ديروا الفرomاج من الفوق. وهنا نتوما زيدوا واش تحبوا ونقصوا واش تحبوا، كل واحد والمقدور تاعو. هنا الحكت التالي سمحوا لي برك. بعد ما درت الفرomاج عاودت رجعتها غير شويه للفوق باش شويه ذاب لي هذاك الفرomاج. وزينت كيما راكم تشاهدوا بالمايونيز اللي ما نستغناوش عليها في البيتزا، مع شويه معدنوس. يحب الهريسه يدير. قلت لكم هنا كل واحد يدير واش يحب هو، كل واحد واش يدير واش عنده في الدار. نتمنى الوصفه تاع البيتزا تاعنا تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، ونتمنى تجربوها.